أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. تعالوا لنحلل إعلان الحلقة الأخيرة من مسلسل طائر الرفراف، الحلقة 101. تتساءلون أين فريد في استقبال هاليس آغا؟ هناك احتمال أنهم متقصدين يخدعوننا، وفريد موجود يقف بجانب هاليس من هنا من هذه الجهة، لكن لم يتم تصويره. أيضا بعد هذا المشهد سيظهر مشهد اجتماع هاليس مع عائلته على السفرة، وهذا الكرسي بجانب سيران احتمال أنه يكون فريد موجود بجانبها يجلس، وتعمدوا عدم إظهاره بالإعلان لكي نشك بالموضوع. إذا تتذكرون يا أصدقائي هذا الفيديو من الكواليس عندما فريد كان يودع عائلته ويذهب، هنا قلنا أنه ذاهب ليجلب هاليس من السفر، أو فعلا فريد غير موجود عندما أتى هاليس. احتمال أنه كان بسفرة عمل، أو فعلا جعلوه يذهب للخدمة العسكرية، يعني مشغول بشيء ما. الذي أعرفه متأكدة منه أنه فريد لم يموت، ولكن موجود بمكان ما بحدث ما في الحلقة. أما بالنسبة للمشهد الأخير الذي يخرج فيه فريد وسيران وباقي العائلة يقفون خلفهم، أولا لاحظوا سيران ترتدي نفس ملابسها التي ارتدتها أول يوم لها بالقصر في الموسم الأول. هذه تفصيلة جميلة جدا أعجبتني. أيضا بالنسبة لما حصل ومعنى المشهد وعندما يكبرون أطفالهم وكل هذا، ولماذا يكبرون الأطفال وهاليس وخديجة لم يموتوا؟ كلا يا أصدقائي، هذا المشهد لا يعطي هذا المعنى، إنما المعنى رمزي، هو تشبيه إلى انتهاء مرحلة من حياتهم وبداية مرحلة جديدة. ظهور الأبناء وهم كبار في المستقبل يعكس التكرار الطبيعي للأجيال، وكأن الحياة تمضي بنفس النمط، حيث يصبح الأبناء مكان آبائهم ويكملون المسيرة. إنها رسالة مؤثرة عن مرور الزمن، النضوج والذكريات التي تبقى خالدة رغم تغيير الأشخاص والأدوار، وإن الحياة والقصة والرسالة مستمرة عبر الأجيال، وسيحافظون على اسم عائلتهم هم أيضا. يعني هل فهمتم هذا المشهد؟ هذا المشهد ليس حقيقي للعائلة مع أحفادهم، إنما هو رمز تعبيري فني لما ذكرته لكم، والدليل فيه كلام هاليس آغا عن استمرار العائلة حتى لو لم يكونوا هم موجودين وماتوا. كذلك الدليل الآخر هو المجوهرات التي أخذتها دورو وهي كبيرة من غرفة سيران، وهي المجوهرات التي أهداها فريد في الحلقات الأولى من المسلسل لسيران، وهذا يعني الذكريات التي تبقى خالدة واستمرار اسمهم ومسيرتهم عبر أبنائهم. هذا ما وددت أن أشرحه لكم وأبين معنى هذا المشهد لكم بالكامل. أخبروني هل أحببتم الإعلان أم لا؟ أكيد لم تحبونه لأن فريد غير موجود فيه. إن شاء الله سيكون إعلان ثاني وسيظهر فيه فريد لنرى. إلى اللقاء بالفيديو القادم.